كيفاش الشحمه كتخلق الظروف المواتيه للتطور ديال السرطان في الجسم ديالنا، وخاصه سرطان الجهاز الهضمي. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا شنو العلاقه ما بين الشحمه والسرطان ولا الدهون والسرطان. الشحمه في الكرش ديالنا كتخلق لنا الظروف المواتيه لتطور الخلايا السرطانيه. اولا تخلق البيئه المهيجه يعني اللي كتساعد على الخلايا باش تطور من الالتهاب. ثاني حاجه كتدير المفعول مضاد للانسولين اللي كيخلي الخلايا تكبر في واحد الظروف مواتيه للتطور. وثالث حاجه كتخلي بحال الخلايا حماقوا واحد شويه ويبداو يتخربقوا، الا بغينا نسهلوها باش يدخلوا في اطار السرطان. المفعول ديال الشحمه على الجهاز الهضمي ماشي غير في عضو واحد ولا جوج، كيبدا من المريء اللي هو لوزوفاج، كيدوز للمعده، كيدوز للكبد، كندوزو للبنكرياس، كندوزو للقولون، وكندوزو للمستقيم. يعني الجهاز الهضمي تقريبا كامل كيتعرض للمضاعفات والظروف المواتيه اللي كيخلقها الشحمه باش يتطوروا فيه السرطان. لهذا كيخصنا نراقبوا جسمنا ونحافظوا على السلامه ديال الجسم ديالنا، وما ندخلوش في الاطار ديال الزياده ديال الوزن او لا ما يعرف بالسوربوا بالفرنسيه اللي كتعرضنا للافات ديال هذا السرطان اللي هضرنا عليها. كاين شي حوايج اللي ساهلين وتيخصنا نراقبوهم. اولا الذره ديال الكرش، عند الراجل ما كيخصهاش تفوت مترو، وعند المراه ما تفوتش 81 سنتيم. هذه علامه مهمه اللي كتبين بانه راك عندك الوزن زائد. ثانيا هي ما يسمى بلانديس دو ماس كوربوريل او مؤشر الكتله الجسميه. هذا عند الراجل ولا عند المراه ما يحاولش الانسان يفوت 25، لانه الزياده فوق 25 كتعني انك دخلتي في سوربوا، في زائد الوزن اللي كيقربك لوبيزيتي اللي هي السمنه. والسمنه عندها علاقه مباشره دابا في جميع الابحاث اللي كدار، عندها علاقه مباشره بسرطان ولا سرطانات الجهاز الهضمي. لهذا الحركه راها مهمه، والاكل في اوقات متعدده في النهار ماشي قاعده اللي خلقنا الله باش نديروها، ماشي ولا بدا خصنا نفطروا ونتغداو ونتعشاو. 2 وجبات في النهار ولا 3 ولا 4 ولا على حسب العمل اللي كتقوم به راه كافيه. والحركه كما قلت لكم مهمه، لانه الحركه كتؤدي لاستهلاك ديال الطاقه اللي مخزنها الجسم، وهذاك الاستهلاك تيخلي الجسم يكون يعني اكثر حيويه بعيد على الظروف المواتيه اللي يمكن تخلق فيها السرطان. زياده على هذا الاستهلاك ديال المشروبات الغازيه وبشكل مفرط عاد زيد عليه يعني الاستهلاك ديال السكر اللي ولا جميع المكونات الغذائيه ديالنا، هذو كلها ظروف كتخلق وكتؤدي السمنه، وهذه السمنه كتؤدي لمجموعه سرطانات ديال الجهاز الهضمي. وحافظوا على صحتكم، تمشاو مزيان، شربوا ماء مزيان، وقلوا من السكريات. والسلام عليكم ورحمه الله.